عاجل، وفي واحد الوقت اللي كانت فيه البوليزاريو كتسابق الزمن باش تنشر روايات جديدة وتحاول تقنع الحلفاء ديولها بأن الأمور فراه مازال تحت السيطرة، خرجات مؤشرات قوية كتقول العكس تماما. تحركات دبلوماسية جديدة، رسائل مباشرة، وتغييرات واضحة في طريقة التعامل الدولي مع ملف الصحراء. فشكون فعلا باقي كيتحكم في الرواية، وشكون فعلا بدا كيفقد المصداقية من الواقع؟ فهاد الشي اللي واقع حاليا ماشي مجرد تفاصيل سياسية اللي هي عادية، بل واحد المرحلة جديدة كتتشكل قدام أعين العديان، وقدرات تغير موازين الملف اللي بقى سنوات طويلة وسط الجدل ووسط الصراع. ملف الصحراء المغربية ما عمره ما كان مجرد نزاع حدودي بسيط، بل كان واحد من أكثر الملفات الحساسية وتعقيدا في الساحة الدولية. لكن الفترة الأخيرة بدأت تظهر إشارات مختلفة كتوضح أن طريقة تدبير هذه القضية تبدلات وبشكل واضح. كاين تحركات دبلوماسية وكاين رسائل غير مباشرة وضغط متزايد نحو الحلول الواقعية بدل الشعارات التقليدية. ففي وسط من هذه التحولات بدأت بعض الأطراف كتعيش نوع من الارتباك، خصوصا بعد ما تغيرات اللهجة بعض الفاعلين الدوليين تجاه الملف. واليوم وفي هذا الفيديو غادي نحاولوا نفهموا شنو واقع فعلا وشنو الرسائل اللي كتوصل من وراء الكواليس. فخليكم معايا للآخر لأن باقي التفاصيل غادي تجيكم صادمة. فاللي وقع مؤخرا كيأكد أن الملف دخل لواحد المرحلة جديدة، واحد المرحلة اللي ما بقات فيها الخطابات القديمة كافية باش تقنع اليوم المنتظم الدولي. هنا البوليزاريو قررت تمشي لجنوب افريقيا وتعطيهم واحد الرسائل والتحذيرات اللي المفاد ديالها انه راه كاين واحد التنسيق امريكي مغربي كيحاولوا يرسموا قواعد اللعبة من جديد. فعلاش هاد التحرك جا في هاد التوقيت بالضبط؟ الجواب كيبان واضح من خلال التطورات الأخيرة، لأن الأطراف اللي كانت كتعتمد على الخطابات التقليدية بدات كتحس بأن الأرضية السياسية تبدلات عليها وما بقاتش مناسقة مع الخطابات ديالها. العالم اليوم ما بقاش كيشوف الملفات بنفس الطريقة القديمة، خصوصا في النزاعات اللي طويلة وما فيها حتى شي نتائج ملموسة. فواحد من أبرز التحولات هو الطريقة اللي بدأت بها الولايات المتحدة التعامل مع الملف. فما بقاش الأمر مجرد بيانات أو تصريحات دبلوماسية عامة، بالعكس راه ولات تحركات ميدانية ورسائل مباشرة. والمصيفطة اللي صيفطوا المبعوث نحو المخيمات ديال تندوف فراه ماشي خطوة عادية بتاتا، بل هي واحد المؤشر على أنه راه كاينة رغبة لفهم الواقع من الداخل، بعيدا على الروايات الجاهزة والروايات اللي كتقولها البوليزاريو. فهاد الرسالة اللي هزها المبعوث الأمريكي كتختصر مرحلة كاملة اللي الوضع فيها تبدل، وهاد الجملة البسيطة اللي راه عندها واحد الوزن سياسي كبير بزاف، حيث راه كتبين أن المرحلة الحالية ما بقاتش كتقبل استمرار نفس الأساليب القديمة اللي كانت كتدور في حلقة مفرغة. ومن بين النقاط المهمة اللي رجعت للنقاش بقوة هي قضية إحصاء سكان المخيمات. فهاد الملف بالضبط راه كان دائما حساس لأنه كيرتبط مباشرة بالشفافية والحقيقة، لأنه راه ما كنظنش باللي العدد الحقيقي اللي في المخيمات معروف، وشكون ساكن فيهم فعلا، وشكون عنده ارتباط مباشر بالمنطقة، والأهم شكون اللي هو مجرد ورقة سياسية كاينة وسط هذا النزاع. إحصاء السكان ماشي مجرد إجراء إداري عادي، بل راه غادي يكون واحد الخطوة سياسية قوية، لأنها غادي تكشف معطيات دقيقة وغادي تحدد بشكل أوضح من له الحق في تمثيل السكان ومن عنده شرعية الحديث بالاسم ديالهم. وهنا فين غادي يكون الإحراج الحقيقي بالنسبة للأطراف اللي كانت كتفضل يتبقى الأمور مخبية وفي ضبابية، لأن أهم العناصر اللي عند البوليزاريو هي الغموض في بعض الروايات، وكلما بانت شي معطيات حقيقية أو دقيقة كلما تقلص هامش المناورة. فالجزائر بدورها كتلقى نفسها اليوم في موقف حساس، لأنها من أبرز الداعمين للبوليزاريو،
وأي تحول دولي نحو مقاربة أكثر واقعية غادي ينعكس مباشرة عليهم، خصوصا أن العالم بدأ كيميل أكثر نحو الحلول العملية بدل الشعارات السياسية اللي استمرت لسنوات طويلة. فالمغرب من جهته اختار واحد استراتيجية مختلفة تماما، فبدل الدخول في صراعات إعلامية متواصلة بقى مركز على بناء علاقات دولية قوية وتعزيز الحضور الدبلوماسي، وكذلك ربط الملف بالتنمية والاستقرار الإقليمي. هذه المقاربة خلات بزاف من الدول تبدل النظرة ديالها على المغرب، لأن الدول الكبرى غالبا كتبحث على الاستقرار والحلول الواقعية، وماشي على استمرار النزاعات مفتوحة بدون أفق واضح وكتبان أنها ما عندهاش الحل نهائيا. فمن هنا مباشرة خصنا نلاحظوا أن المغرب ما بقاش كيتعامل فقط بمنطق الدفاع، بل ولات عنده شي حاجة اللي سميتها منطق المبادرة، بمعنى أنه ما بقاش كينتظر ردود الأفعال، بل هو اللي ولا كيبني واقع جديد على الأرض، سواء من خلال المشاريع التنموية أو الحضور الدولي. في المقابل البوليزاريو والجنرالات بقاو كيكرروا نفس الخطاب، وكأن الزمن عندهم توقف وما كيتحركش نهائيا. فهنا فين كيبان الفرق بين اللي كيتحرك وفق تغيرات الواقع وغادي مع الوقت، واللي مازال عايش غير في هذوك السرديات القديمة اللي لا تسمن ولا تغني من جوع. فالأمر اللي زاد يعمق هذا التحول هو أن المجتمع الدولي بدأ كيولي أكثر اهتماما بالتفاصيل العملية، ماشي فقط غير شكون اللي كيهز الشعارات الخاوية، ولكن شكون اللي عنده الحلول قابلة باش تطبق في أرض الواقع. فهذا الشيء من طبيعة الحال غادي يخلي ملف المخيمات يدخل لواحد المرحلة اللي حساسة جدا، لأن أي خطوة نحو الإحصاء أو توضيح الوضع القانوني للسكان غادي يخلق نقاشات كبيرة حول حقيقة التمثيل السياسي. فالبوليزاريو اليوم كتواجه تحدي كبير بزاف، كيفاش تحافظ على نفس الخطاب في زمن اللي تبدلت فيه قواعد التأثير، وكيفاش تقنع المجتمع الدولي بأطروحات قديمة بينما الواقع كيتغير بسرعة. فالجواب هنا ماشي سهل، لأن السياسة الدولية ما كتشتغلش بالعاطفة بل بالمصالح والتوازنات، والدول غالبا كتختار الطرف اللي كيقدم رؤية واضحة وقابلة للاستمرار. فهاد النقطة بالضبط هي اللي خلات المغرب يربح نقاط إضافية، لأنه اشتغل على المدى الطويل وبنى خطاب مبني على الواقعية بدل المواجهة المباشرة. فاليوم ما كيناش فقط معركة دبلوماسية، بل كاينة معركة سرديات، ومعركة شكون عنده القدرة أنه يقنع باقي الدول، وشكون كيعرض أقوى الحلول، وشكون مازال كيعتمد على خطاب تفقد جزء كبير من التأثير ديالو. فكل هذه المؤشرات كتعطي انطباع أن المرحلة المقبلة غادي تكون مختلفة تماما، لأن الملف دخل لواحد المنعطف اللي هو جديد، والمنطقة كلها كتشهد تغيرات سياسية وجيو استراتيجية. ففي الخاتمة متابعينا الكرام، اللي كيبان واضح اليوم هو أن ملف الصحراء المغربية دخل لواحد المرحلة جديدة فيها تحركات دبلوماسية ورسائل مباشرة كتوضح أن العالم بدأ كيميل أكثر نحو الواقعية والحلول الواضحة. المغرب كيبني موقعه بكل ثبات، بينما الجيران كتواجه صعوبة في التأقلم مع هذه التحولات الجديدة. فهذا الشيء اللي كان الأصدقاء في الفيديو اليوم، والسؤال اللي غادي نطرح عليكم هو: واش فعلا دخل الملف مرحلة الحسم أم أن الصراع مازال طويل؟ فهذا الشيء اللي كان الأصدقاء، ما تبخلوش عنا بالآراء ديالكم في التعليق، واللي مازال ما مشتركش في القناة يشترك ويساندنا نوصلوا هذه القناة ل1000 مشترك. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله، وديما مغرب.